تحية الوطن، تحيا جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم. السلام عليكم. النهاردة مصر لا تزال على حافة الخطر. النهاردة امتداد لامبارح، لأول امبارح، واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي مرت بها مصر في العقود الأخيرة. النهاردة الناس في جزع، يا ترى الأزمة هتنتهي على إيه؟ وبعض الناس بدأوا يقولوا إن شكلها قد تنتهي على كارثة أكبر مما نتوقع. إنما البعض لم يفقد باب الأمل، والبعض بيراهن على حكمة جميع الأطراف، والبعض بيراهن على حكمة مؤسسة الرئاسة بعد هذا الإعلان الدستوري الذي شق مصر إلى نصفين. النهاردة لأول مرة في تاريخ مصر تظهر عمق الأزمة القضائية عند هذا المستوى، لأول مرة، أكثر من مذبحة القضاء أيام الرئيس جمال عبد الناصر، أو ما قبل ذلك في أزمة السنهوري، أو ما قبل السنهوري. هذه أكبر أزمة للقضاء في تاريخ مصر على الإطلاق. القضاء مش مجرد هيئة من هيئات الدولة، إنما هي رمز للدولة ككيان، لنظرية الدولة. ضرب القضاء هو ضرب للدولة، مش ضرب للنظام السياسي أو حتى لنظام الحكم. القضاء تقريبا هو ونظرية وبقاء الدولة سواء، ودولة بلا قضاء تقريبا دولة لا دولة. ببساطة، كيف تشكلت الدولة؟ يعني إيه دولة؟ مين اللي مخمخ وقال نعمل دولة في أي بلد في العالم؟ والناس قبل الدولة كانوا عايشين إزاي؟ دكتور بطرس غالي أستاذ العلاقات الدولية عنده كتاب مهم اسمه مقدمة في العلاقات السياسية، بيقول فيه، أو مقدمة في النظرية السياسية، بيقول فيه إن قبل فكرة الدولة كان الناس بتقتل الناس. اللي ياخد الأرض ديت بياخدها بالقوة، واللي أقوى منه يجي يقتله وياخد منه هذه الأرض، واللي عنده بيت يحميه بالقوة، واللي أقوى منه يجي يهده على دماغه أو ياخده منه. كانت بيسموها شريعة الغاب، لا قانون على الإطلاق. لما الناس لقوا نفسهم بيموتوا، وحتى لو خدوا أرض وهم أقوياء بتضيع وهم ضعفاء، لو عملوا بيوت وهم في صحتهم بتضيع وهم في شيخوختهم، طب نبقى عاقلين. لو أنا هاخد قيراطين وحافظ عليهم لأولادي أحسن ما أخد 100 فدان وأول ما أضعف يقتلوني أنا وأولادي. فالناس اتفقوا أنهم يعملوا سلطة ضبط للخارجين على القانون، وسلطة تحكيم في هؤلاء الخارجين اللي هي الشرطة والقضاء. هي دي الدولة. أول ما قالوا يا قضاء هيحكم بين الناس بقى في دولة. قبل القضاء والشرطة لا دولة. بعد القضاء والشرطة ظهرت بقى نظرية الدولة، اللي هو ممنوع تعتدي، ممنوع تاخد حاجة مش حقك، لو اعتديت هيتم إلقاء القبض عليك، هتحاكم، القاضي هيشوف القضية بتاعتك، لغاية بقى ما اتطورنا للمحاكم العصرية اللي موجودة حاليا. عشان كده اللي عايز يهد الداخلية أو يهد القضاء بأي شكل من الأشكال هو في الواقع مش بيهد النظام السياسي، إنما بيهد كيان الدولة المصرية. عشان كده الأزمة الحالية مش أزمة نظام، ولا أزمة سياسة، ولا أزمة اختلافات محدودة، إنما هي أزمة تضع الدولة المصرية كلها على مهب الريح لا قدر الله. فاكرين يا عيال الصورة دي؟ كانت أحلى أيام. معقولة لسه عندك الصورة دي؟ أنا كنت بحبها. شفت دينا شكلها كان عامل ازاي؟ ايه ده؟ أنا ازاي كان شكلي كده؟ مش بنشوفك ليه اونلاين؟ هتشوفوني كتير اونلاين علشان بقى عندي DSL من IM. مش بس خدمة انترنت، دي حياة كاملة هتعيشها وأحلام كتير هتحققها. اوعى الدنيا تنسينا الأيام الحلوة. IM، حياتك اونلاين.